بيبدأ الفيلم بولد صغير اسمه بروس وين، وبيكون بيجري في الحديقة وبيدور على صاحبته ريتشل لحد ما بيلاقيها، وبتكون مستخبية في بيت الجنينة. فبيمسكها وبيطلب منها توريله المجسم اللي لقوه، وبمجرد ما بتفتح ايديها وبتوريله المجسم بياخده منها بسرعة وبيطلع يجري. وفجأة بتسمع ريتشل صوت خبطة، وبيكون بروس وقع في بير عميق. ولما بيوصل لقاع البير بيكون خايف جدا، وساعتها بيهجم عليه مجموعة من الخفافيش وبيخاف وبيكون مش عارف يطلع من البير. فبتروح ريتشل بسرعة بتنادي على اي حد ينقذ بروس ويطلعه من البير. وبعد مرور سنين كتير بيكبر بروس في السن، وبيكون محبوس في واحد من السجون الخطيرة، ومحبوس معاه اخطر المجرمين. وبيروح وقتها عشان يستلم الغدا بتاعه، ولكن فجأة بيهجم عليه واحد من المجرمين وبيرمي الاكل من ايده، وبيكون عاوز يضرب بروس هو اللي معاه. ولكن بروس بيضرب المجرم بكل سهولة وبيوكل الحراس وبيبعدوهم عن بعض. وبيقرروا ساعتها يدخلوا بروس لحبس انفرادي عشان ما يضربش المساكين تاني. فبيدخل الزنزانة وهو متعصب، وبيتصدم لما بيلاقي حد تاني معاه في الزنزانة. فبيقول له الراجل ده ان هو اسمه دوكارت، وان هو شغال مع زعيم عصابة خطير اسمه راس الغول، وبيعرض عليه صفقة وبيقول له ان هو هيخرجه من السجن وهيحقق له انتقامه اللي هو نفسه يحققه، مقابل ان هو يشتغل مع راس الغول ويحقق العدالة الحقيقية بالاوامر اللي هيطلبها منه راس الغول. فبيستغرب بروس وبيكون مش فاهم اي حاجة ولا عارف مين الراجل ده، وبيتصدم لما بيناديه دوكارت باسمه وبيقول له ان هو عارف عنه كل حاجة، وان بروس دخل السجن عشان يختفي عن العالم لكنه قدر يحدد مكانه بسهولة. وبيشرح له بعد ما هو يهرب من السجن هينزلوه عند جبل قريب من السجن، وهناك هيلاقي وردة معينة لونها ازرق، وبيطلب منه ان هو يقطف وردة ويطلع بيها على جبل المنحدرات الأوروبية، وهناك هيلاقي اللي كان بيدور عليه من زمان، وهيتحول من شخص عادي لأسطورة. وبيسيبه بعدها وبيمشي، وبيقعد بروس في الزنزانة وبيكون محتار ومش فاهم اي حاجة من كلام دوكارت. وتاني يوم بيهرب بروس من السجن وبترميه عربية العصابة عند المنحدرات، وبيبدأ بروس مهمته عشان يوصل لمكان الوردة الزرقاء زي ما طلب منه دوكارت. وبيقدر بروس يلاقيها بسهولة، وبيطلع لجوخ خشبي في قمة الجبل. ولما بيوصل هناك وبيدخل الجوخ بيشوف قدامه راس الغول، وبيكون قاعد على كرسي. وفجأة بيتقفل باب الجوخ وبيظهروا الحراس بتوع راس الغول، وبيظهر دوكارت قدامه وبيقول له ان هو كان مستني يجي عشان يعرف منه هو عاوز يوصل لايه. فجأة بيهجم عليه دوكارت وبيتقاتلوا هما الاتنين مع بعض، ولكن دوكارت بيهزمه بكل سهولة وبيعرفه ان هو شخص جبان، وان هو لازم يتخلص من ماضيه عشان يقدر يتحول لأسطورة ويدافع عن الخير. وبيحط له الوردة الزرقاء في الجاكيت بتاعه. فبيرجع بروس بالذاكرة، وساعتها بيكون موجود في البير بعد ما الخفافيش هجمته. وبينزل ابوه وين البير بيقدر ينقذه من هناك، وبيطلع بيه للقصر تاني، وبيوديه لأوضته عشان يطمن عليه. وبيوري له عقد اشتراه وين لمراته، وبيسأل بروس ابنه عن رأيه فيه، فبيقول له ان هو شكله جميل. وتاني يوم بيروح بروس مع ابوه وامه عشان يحضروا عرض في المسرح. وفي الطريق ابوه بيحكي له عن المدينه اللي هم عايشين فيها، وبيقول له ان هي اسمها مدينه جوثام، وان هي مليانه بالمجرمين والحراميه. وبيعرف بروس ان ابوه بناله شركات ومباني كتير عشان لما يكبر يكون هو امير مدينه جوثام. وبعدها بيوصلوا المسرح، وهناك بيكون بروس خايف من العرض، وبيكون شايف كل اللي على المسرح مجموعه من الخفافيش وعاوزين يهجموا عليه. فبيطلب من ابوه ان هم يروحوا لان هو خايف ومش عايز يتفرج على العرض. فبيخرجوا هم الثلاثه من المسرح، وساعتها بيظهر قدامهم مجرم اسمه شيل. فبيطلب من وين ان هو يديله المحفظه بتاعته والا هيخلص عليه. فبيرمي له وين المحفظه على الارض، فبياخدها المجرم وبيهدده ان هو لازم ياخد المجوهرات بتاعت مراته. وفجاه بيضرب شيل رصاص عليهم هما الاثنين، وبيهرب بسرعه بالمحفظه. فبيمسك وين ايد ابنه بروس وبيطلب منه ما يخافش من حاجه. وفي الوقت الحاضر بيفوق بروس وبيحكي الركار ان هو حاسس بالذنب، لان هو حاسس انه كان السبب في موت ابوه وامه، وان هو مش قادر يواجه الماضي وحاسس طول الوقت بالذنب. فبيقول له دوكارت ان هو هيدربه ويعلمه عشان يكون محارب قوي ويقدر يسيطر على الخوف اللي جواه ويكون بطل خارق ويحارب الجريمه. ومن تاني يوم بيبدا بروس التمرين، وبيكون دوكارت بيعمل له بنفسه كل حاجه. ومع الوقت بيتطور بروس ومستواه القتالي بيزيد. وفي مره وهو بيتقاتل مع دوكارت بيقول له ان ابوه هو السبب في اللي حصل، لانه ما قدرش يخلص على المجرم وسابه يسرقه ويهرب بسهوله. وقدر دوكارت يهزم بروس في القتال بسهوله. وبالليل وهم قاعدين بيتكلموا سوا بيسالوا دوكارت عن السبب اللي خلاه ما ينتقمش لابوه وامه. فبيقول له بروس ان هو بعد ما اتحبس شيل ب 13 سنه عرف بروس ان المحاميين طلبوا من القاضي يخرجوه من السجن. وفي يوم رجع بروس لمدينه جوثام عشان يحضر المحاكمه. ولما رجع البيت وطلع اوضه ابوه واخد مسدسه عشان ينتقم بيه من اللي قتله. وبعد ما اخد المسدس نزل يقابل ريتشل وقال لها على اللي بيفكر فيه، وكان واضح عليهم وهما بيتكلموا ان في مشاعر حب متبادله. وحاولت ريتشل تقنعه ان هو ما يحضرش المحاكمه عشان ما يتضايقش لو القاضي وافق يطلع شيل، ولكنه اصر يحضر المحاكمه.
وفي المحاكمه كان متعصب جدا واتمنى وقتها ان هو يقدر يخلص على شيل. وفي المحكمه وافق القاضي ان هو يطلع شيل من السجن، وفضل ساعتها بروس واقف قدام قاعه المحكمه وشاف شيل وهو خارج من المحكمه وقرب منه عشان يخلص عليه، لكن فجاه اتضرب رصاص من شخص مجهول على شيل وخسر شيل حياته. فراحت ريتشل بسرعه اخدت بروس واخدته وهربوا من المكان. وفي الطريق حكت له عن مدينه جوثام وعن زعيم العصابه اللي مسيطر على المدينه، وقالت له ان في زعيم عصابه اسمه فالكون وهو اللي بعت شيل زمان عشان يخلص على ابوه، لان ابوه كان راجل محترم وكان عاوز يخلي مدينه جوثام مدينه لكل الناس. ووريت له البار اللي بيقعد فيه فالكون علشان ينتقم منه وياخد حق ابوه وامه. ولما شافت معاه مسدس اتعصبت وضربته بالقلم وطلبت منه ينزل من العربيه، ونزل بروس وهو حزين ورمى المسدس في النهر لان هو جبان. ورجع وعدها للبار بتاع فالكون ودخل البار عشان يخلص عليه، ولكن حراس فالكون وقفوه واتريق عليه فالكون لما عرف ان هو جاي ينتقم منه لانه ما كانش معاه سلاح. وطلع فالكون وقتها مسدسه وقال لبروس ان هو ممكن يخلص عليه قدام ضباط الشرطه والقضاه اللي موجودين في البار، ولكنه ما خلصش عليه. فهرب بروس من البار ومن المدينه كلها وسافر لمدينه تانية وعاش هناك حياه فقيره، لدرجه ان هو كان بيسرق عشان ياكل لحد ما في الاخر دخل السجن. وفي الوقت الحاضر بيكون بروس في التدريبات بتاعته، فبيطحن دوجارد الورده الزرقاء وبيطلب منه ان هو يستنشقها عشان يسيطر على كل الحاجات اللي بيخاف منها. وساعتها بيبدا بروس يحس ان هو خايف ومش قادر يقف على رجليه، وبيشوف قدامه كله حراس راس الغول وبيكونوا لابسين لبس محاربين النينجا. فبيعدي من وسطهم لحد ما بيوصل لصندوق خشب قديم وبيفتح الصندوق وبيطلع منه خفافيش كتير. فبيبدا بروس يتخانق معاهم وبيرجع بعدها يعدي من وسط محاربين النينجا. وفجاه بيخلع دوجارد القناع بتاعه وبيهجم على واحد من المحاربين وبيكون فاكره بروس، وبيتصدم ان بروس واقف وراه وحاطط سيفه على رقبه دوجارد. وقتها بيكون راس الغول شايف كل حاجه وبيظهر ان هو مبسوط ان بروس قدر يتغلب على مخاوفه، وبيطلب بروس ودوجارد عشان يطلعوا يتكلموا معاه. وبيقول له راس الغول ان هو محتاجه لمهمه عشان يدمر مدينه جوثام وعشان يكون فرد من عصابه الظلال، وبيطلب منه يثبت له نفسه ويقطع رقبه واحد من المجرمين. فبيرفض بروس وبيقول له ان هو مش مجرم ومش عاوز يخلص على حد. فدوجارد بيقول له ان دي فرصته عشان يثبت ولاءه لراس الغول، وبيدمر المكان عشان يهرب. وبيقع المبنى على راس الغول ودوجارد، وبيقدر بروس ينقذ دوجارد وياخده وبيهرب بيه من المكان. وبيطلب من واحد من السكان ان هو يخلي باله من دوجارد ويعالجه. وبيهرب بروس من المكان وبيروح يقابل الفريد المساعد بتاعه، وبيكون الفريد مستنيه بالطياره الخاصه بتاعته عشان يرجعوا لمدينه جوثام. في الطريق بيعرف بروس ان الفريد اعلن ان هو خسر حياته من 7 سنين وان اغلب اسهم الشركه بتاعته اتباعت لمجلس الاداره وهو مش موجود. وبيطلب منه الفريد ما يظهرش قدام الكاميرات لحد ما يلاقوا طريقه يقدر يظهر بيها. في الوقت ده بيكون في دكتور نفسي اسمه كرين في المحكمه بيدافع عن مجرم، وبتكون ريتشل موجوده هي كمان، وبيظهر ان هي كبرت في السن وبقت محاميه وبتدافع عن المجرمين. وبيطلب جرين من المحكمه ان هي تنقل المجرم للمستشفى بتاعته عشان يعالجه هناك. فبيوافق القاضي على نقل المجرم للمستشفى. وبعد الجلسه بتطلع ريتشل تتكلم معاه وبتطلب منه يتراجع عن القضيه، ولكنه بيكون مش مهتم بيها ومش بيقف حتى عشان يرد عليها. وساعتها بيكون بروس في البيت وبيشوف خفاش بيطير جوه القصر، وبيفتكر وقتها بروس البير اللي وقع فيه زمان وهو صغير. فبينزل بروس بسرعه لهناك، وعلى عكس اول مره مش بيكون خايف، وبيقرب من مكان الخفافيش لحد ما فجاه بتظهر مئات من الخفافيش وبتلف حوالين جسمه. فبيقف بروس في وسطها وما بيكونش خايف منهم ولا بيحاول حتى ان هو يبعد عنهم. واثناء ما بيكون في القبو بيروح جرين يقابل زعيم العصابه فالكون، وبيظهر وقتها ان هم بيشتغلوا سوا. وبيطلب جرين منه ان هو يخلص على ريتشل، وبيحذره ان الزعيم لو عرف اي حاجه هيخلص عليه بنفسه. وبيقول له ان الزعيم في طريقه لمدينه جوثام وهيوصل لها قريب، وبيسيبه في المكتب وبيمشي. وبيروح وقتها بروس للشركه بتاعته، وبمجرد ما بتشوفه السكرتيره بتتصدم وما بتكونش مصدقه ان هو لسه عايش. فبتنادي بسرعه على إيريل رئيس مجلس الاداره علشان يشوف بروس. فبيدخل له بروس بنفسه، وبيتصدم إيريل لما بيشوفه لسه عايش، وبيقول له ان هو مبسوط ان هو رجع له تاني. فبيرد عليه بروس وبيقول له ان هو عاوز يشتغل في الشركه وعاوز يكون مسؤول عن قسم التقنيات. فبيقول له إيريل ان المسؤول عن قسم التقنيات هو فوكس. فبيروح بروس يقابله، وبيتصدم لما بيعرف ان فوكس كان صاحب ابوه زمان. وبيقول له فوكس ان هو زمان كان مسؤول عن القسم ده لما وين كان لسه عايش، واخترعوا سوا بدله سودا عشان يلبسوها الجنود، ولكن ما بقوش يصنعوا البدله دي بعد كده بسبب ان سعرها غالي جدا. فبيعجب بروس بيها وبيقرر يستخدمها عشان تكون بدلته الجديده. وبيقرر ان هو يكون بطل خارق لمدينه جوثام وهيسمي نفسه باتمان، ولكنه مش بيقول
بيقول لفوكس الحقيقه لانه خايف ان حد يعرف حقيقته. وبعدها بيرجع لقصره وبينزل لمكان الخفافيش تاني مع الفريد بعد ما قرر ان مكان الخفافيش هيكون مقره الجديد كبطل خارق. وبالليل بيكون محقق شرطه من المدينه اسمه جوردن في طريقه لمكتبه، وبيكون باتمان واقف على السطح مستنيه. وبمجرد ما بيدخل المكتب بيدخل وراه باتمان وبيهدده بمسدس في نص دماغه، وبيعرف منه ان فالكون بيدفع فلوس لظباط عشان يساعدوه يهرب البضاعه بتاعته. فبيسيبوا باتمان وبيهرب، وبيحاول جوردن يطارده لكنه ما بيلحقوش. وتاني يوم بيروح بروس الشركة وبيعرض عليه فوكس قماش جديد للبدلة بتاعته، وبيوري له عربية ضخمة كان بيستخدمها الجيش زمان. فبينبهر بيها بروس وبيجربها، وبمجرد ما بيركبها بيقول لفوكس ان هو عاوزها تكون العربية بتاعته. وبالليل بيتقابل فالكون مع ضابط شرطة وبيطلب منه يخلص من ريتشل، فبيوعده الضابط ان هو هيخلص عليها في اقرب وقت مقابل الفلوس. وساعتها بيكون بروس في المقر بتاعه وبيكون بيطور البدلة بتاعته عشان ينتقم من فالكون في اسرع وقت. وبيبدأ مهمته عشان يطارد فالكون وينقذ حبيبته ريتشل من المجرمين. وبيروح للمينا وبتكون هناك عصابة فالكون بتستلم شحنة جديدة من المواد الممنوعة. فجأة واحد منهم بيسمع صوت من الكونتينر فبيقرب منه وهو خايف لحد ما بيظهر باتمان وبيبدأ يضربهم واحد ورا التاني لحد ما بيهزمهم كلهم. وبيكون فالكون قاعد في عربيته وخايف من باتمان لأنه ما يعرفش هو مين ولا بيهاجمه ليه، لحد ما بيوصل باتمان وهو جوه العربية وبياخد فالكون عشان يسلمه للشرطة. وقتها بتكون ريتشل في طريقها للمينا عشان توقف شحنة البضاعة بتاعت فالكون. وفجأة بيطلع قدامها ضابط عاوز يخلص عليها وبيكون وراها واحد تاني، فبتهجم على واحد منهم وبيهجم باتمان فجأة على التاني. وبمجرد ما بتلف وراها بتتصدم لما بتشوفه، فبتضربه بالصاعق الكهربائي اللي معاها لكنه مش بتأثر بيه. فبيقول لها ان فالكون كان عاوز يخلص عليها وبيديها صور تضغط بيها على القاضي عشان يحكم على فالكون وتدخله السجن. وبعد شوية بيوصل جوردن للمينا وبيشوف عصابة فالكون مربوطة، وبيلاقي فالكون مربوط في كشاف عملاق وبيعمل علامة باتمان في السماء. وبيكون باتمان واقف على سطح العمارة ومراقب كل حاجة بتحصل، وبيكون هو مبسوط ان هو قدر يقبض على اخطر مجرم في المدينة. وتاني يوم بيصحى بروس من النوم وبيعرف ان الشرطة قبضت على فالكون وهيدخل السجن. وبيقول له وقتها الفريد ان هو لازم يظهر قدام الناس في صورة بروس لان الناس هتبدأ تشك فيه ان هو باتمان لان هو ما بيظهرش قدامهم كتير. فبيقرر بروس ان هو يعيش حياته كملياردير، وبيطلب من الفريد ان هو يحضره العربية. وقتها بيروح مساعد إيريل لمكتبه وبيقول له ان في جهاز مهم سرق من السفينة بتاعتهم، وان الجهاز المسروق مهمته تبخير المية ومش بيكون عارف مين اللي سرقه. وبالليل بيروح بروس يحتفل مع اصحابه في فندق غالي في المدينة، وهناك بيكون معاه بنتين وبيقوم البنتين وبينزلوا حمام السباحة. وبيقول ساعتها موظف لبروس ممنوع نزول حمام السباحة لأي حد، فبيتعصب بروس وبيكتب شيك بمبلغ كبير بيقول له موظف ان هو اشترى الفندق كله وبينزل حمام السباحة بنفسه. وبعد شوية بيخرج هو والبنات من الفندق، وفي طريقه للخروج بيقابل ريتشل وبيكون مبسوط ان هو شافها، وبيظهر ان هي كمان مبسوطة ان هي شافته. فبتسأله عن السبب اللي كان بيخليه مختفي، فبيقول لها ان هو بقى شخص تاني وان هو اتغير ومبقاش بروس اللي هي تعرفه. فبترد عليه وبتقول له ان افعاله هي اللي بتحدد شخصيته وان هو بيختار شخصيته بنفسه. وتاني يوم بيروح الدكتور كرين لفالكون السجن وبيقول له ان هو بقى كارت محروق وان هو لازم يخلص منه بأوامر من الزعيم. فبيهدده فالكون ان هو هيقول له الشرطة على كل حاجة ويعرفهم ان هو بيعمل تجارب مجنونة في المستشفى بتاعته. فبيتعصب جرين وبيرش عليه غاز سام وبيلبس قناع قماش، فبيبدأ فالكون يصرخ زي المجنون وهو خايف. فبيخرج جرين من الأوضة وبيقول له المحققة المسؤولة عن فالكون ان هو بقى مجنون ومحتاج يتنقل للمستشفى بتاعته. وقتها بيكون المحامي العام بيفتش الكونتينر بتاع فالكون عشان يتأكد من الحاجات اللي جواه، فبيضربوا واحد من ضباط الشرطة بالنار عشان ما يشوفش الجهاز الموجود في الكونتينر. وبالليل بيكون في ضابط شرطة من اللي شغال مع فالكون بيتمشى في المدينة، فبيهجم عليه باتمان وبيعلقه من رجليه وبيهدده ان هو لو ما اعترفش بكل حاجة هيخلص عليه. فبيقول له الضابط ان هو ما يعرفش حاجة وان في زعيم مسؤول عن كل الاعمال المشبوهة. فبيسيبوا باتمان وبيروح لشقة فالكون على امل ان هو يوصل للزعيم ده، وفي نفس الوقت بيوصل جرين ومعاه 2 مساعدين عشان يولعوا في الشقة. وبمجرد ما بيدخلوا الشقة بيهجم باتمان على واحد منهم وبيخلص عليه، فبيلبس جرين الماسك بتاعه وبيهجم على باتمان وبيرشه بالغاز السام. فبيبدأ يفتكر كل ذكرياته وهو صغير قبل ما يقع في البير والخفافيش هجمته. فبيستغل جرين الوقت ده وبيرمي عليه بنزين وبيولع فيه، فبينط باتمان بسرعة من الشباك وبيطفي النار وبيهرب بسرعة قبل ما حد يشوفه. وبيتصل بسرعة على الفريد وبيطلب منه ينقذه لأن هو اتسمم، وبيفضل مكانه وهو بيفتكر كل ذكرياته المخيفة. وبعد يومين
جرين بيصحى بروس وبيكتشف ان هو كان فاقد الوعي لمده يومين، وان فوكس عمل له مصل عالج بيه اثار السم. فبيطلب منه بروس ان هو يصنع كميه اكبر من المصل، وبينزل يقابل ريتشل لان اليوم ده هو عيد ميلاده. فبتديله المجسم اللي لقوه زوا زمان، وبتقول له ان هي لازم تمشي لان رئيسها في الشغل مفقود بقاله يومين. وبتروح بعدها عشان تقابل جرين في المستشفى بتاعته، بتقول له ان هم لازم يخرجوا فالكون من المستشفى بتاعته لانه مجرم ولازم يتعاقب على اللي عمله. فبيقول لها ان هو مش رجل قانون ومهمته ان هو يعالج المرضى مش يسجنهم، وبياخدها معاه لقبو المستشفى، وهناك بيوريها مجموعه من العمال بيكونوا بيرشوا الماده السامه في مصرف الميه. وبتعرف ان بعد كام ساعه بس المدينه كلها هتتحول لمجانين. فبتتوتر وبتهرب بسرعه من المكان وبتجري في الاسانسير، فبيجري وراها وبيرش عليها الماده السامه. فبتبدا تشوف هلاوس للحاجات اللي هي بتخاف منها، وبياخدها جرين لقبو تاني، وبيعرف واحد من مساعدينه ان هو حقنها بكميه مركزه وان هي هتموت قريب. وبيوصل وقتها باتمان للمستشفى وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصل لجرين وبيرش عليه الماده السامه. فبيشوفوا جرين وهو شكله مخيف وبيعترف له بكل حاجه، وبيعرفه ان هو شغال لحساب زعيم اسمه راس الغول. فبيستغرب باتمان لان هو خلص على راس الغول بنفسه قبل ما يرجع المدينه. فبتوصل وقتها الشرطه للمكان، فبيتحرك باتمان وبياخد ريتشل معاه للسطح، وهناك بيطلع له جوردن. فبيقول له باتمان ان جرين كان بيخطط يسمم المدينه كلها، وان هو كان بيرش الماده السامه في الميه بقاله اسابيع، وبيطلب منه ان هو ينقل ريتشل لقبو في اسرع وقت. وبعدها بتهجم مجموعة خفافيش للمبنى وبتشتت انتباه الشرطة. فبينزل باتمان بسرعة وبيركب عربيته وبياخد ريتشل وبيهرب بيها من المكان، وبيوصل للمقر السري بتاعه، وهناك بيحقن ريتشل بالمصل على آخر لحظة. ولما بتفوق بيديها مصلين وبيطلب منها توصلهم لجوردن ويطمنها ان هو عاوز يساعدها، وبيحقنها بمهدئ عشان تنام، وما بيرضاش يقول لها هو مين. وساعتها بيكون جوردن في المستشفى وبيكتشف ممرات المادة السامة. فبيستغرب ان جرين بيرش المادة السامة في المية على الرغم من ان هي لازم تتشم عشان تأثر على اللي بيشمها، فلازم المية تتبخر عشان تأثر على اهل المدينة. وقتها بيحضر بروس حفلة في القصر بتاعه وبيحضرها اغلب الناس المهمة، وهنا بيتصدم لما بيعرف من فوكس ان في جهاز ضخم لتبخير المية اتسرق من شركتهم، وان ايريل قرر يرفضه قبل ما يفضحهم. فبيقول له بروس ان هو ما اترفدش، وبيطلب منه ان هو يرجع الشركة ويعرف له مكان جهاز تبخير الميه اللي اتسرق. وبعدها بتعرفه واحده على راس الغول، فبيتصدم لما بيشوفه وبيقول له ان هو مش راس الغول، ولكنه فجاه بيشوف دوكارد وبيكتشف ان دوكارد هو راس الغول وان هو كان بيكذب عليه. وبيقول له دوكارد وقتها ان دي فرصته الاخيره عشان يساعده في تدمير المدينه، وبيطلب منه يطرد كل الناس اللي في الحفله. فبيمثل بروس ان هو سكران وبيطردهم كلهم، وبمجرد ما المكان بيفضى بيولع ريكاردو ورجالته في القصر كله، وبيضرب بروس لحد ما بيقع عليه عمود من القصر وبيفقد الوعي وهو على الارض. ولكن قبل ما يموت بيقدر يوصل له الفريد على اخر لحظه وبينقذه وبياخده معاه للبدروم. وساعتها بيبدا دوكارد خطته في تدمير المدينه، وبينشر الغاز في جزء من المدينه وبيجمع رجالته عشان يتحركوا بالقطر. وساعتها بيروح باتمان لجوردن وبيديله مفتاح عربيته وبيطلب منه ان هو يدمر طريق القطر في اسرع وقت، وبيتشعلق بعدها في القطر وبيفضل طاير في الجو لكنه بيقع في نص الطريق. فبيتجمعوا حوالين مصابين بالماده السامه ولكنه بيقدر يفلت منهم، وبيرجع للقطر في اخر لحظه وبيفضل يضرب في راس الغول لحد ما بيهزمه وبيكون هيخلص عليه. وقتها بيوصل جوردن لنهايه سكه القطر وبيدمر الطريق عشان يوقف القطر. وفي الوقت ده في القطر بيقول باتمان لراس الغول ان هو مش هيخلص عليه وهيسيبه يحدد بنفسه مصيره. فجاه بيقع القطر في الطريق اللي كان ماشي فيه وبيموت راس الغول، وبيقدر باتمان ينقذ المدينه كلها. وتاني يوم بيروح ايريل الشغل في الشركه وبيتعصب لما بيشوف فوكس لان هو رفضه. فبيقول لفوكس ان بروس هو اللي رجعه للشغل، وبيعرفه كمان ان هو اترفد من الشغل، وبيتصل ببروس عشان يبلغه بنفسه. وتاني يوم بيكون بروس واقف مع ريتشل وبيقرر ان هو هيرجع يبني قصره تاني، وبيعترف لها ان هو باتمان البطل الخارق اللي انقذ المدينه. فبتفرح ريتشل وبتقول له ان هي حبته هو باتمان اكتر من بروس، لكنها عايزه ترتبط ببروس اللي اتربت معاه وحبته من هما صغيرين. وبعد فتره بيروح باتمان يقابل الضابط جوردن، فبيقول له جوردن ان المدينه بقت هاديه وان مفيش ولا جريمه حصلت بعد ما خلصوا من جرين وراس الغول، ووجود بطل خارق زيه في المدينه هيخلي معدل الجريمه يقل. ولكنه بيعرفه ان في مجرم خطير بدا يظهر في المدينه واكيد بيخطط عشان يعمل حاجه قريب، وبيقول له ان المجرم الخطير ده اسمه جوكر وبيديله الكارت بتاعه. فبياخده باتمان وبيمشي من المكان بسرعه قبل ما حد تاني يشوفه. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد.